أكيد كلنا وطنيين، أكيد كلنا بنحب البلد، أكيد كلنا بنخاف على البلد، أكيد كلنا عندنا حلول لكل مشاكل البلد، كل واحد فينا قعد حلل كل مشاكل البلد، وكل واحد فينا تصور إن هو اللي هو يقدر يحل كل المشاكل وأفكاره هي اللي بتحل كل المشاكل. إحنا عارفين ده كويس جدا، وكلنا بنقول الكلام ده، وينطبق علينا كلنا، ينطبق علينا كلنا إن إحنا درسنا أحوال البلد ومشاكلها وهمومها، وكل واحد فينا من وجهة نظره، سواء كان خبير، سواء كان متخصص، سواء كان بيتكلم من الجانب الوطني، يعلم تماما ايه هي مشاكل البلد ديت وحلولها ايه ازاي. ولكن احنا بنقول ايه؟ بما اننا عرفنا مشاكل البلد، وعلى راسها مشاكل البلد دي ان انت عندك مثلا ان احنا كلنا بنفتقد للقدوه، مثلا احنا بندور على القدوه لان هم بيصدروا لنا نماذج من القدوه، النماذج مسيئه للحقيقه. عشان كده احنا بنحاول ايه؟ بنقول لا، المفروض ان البلد تبقى بتدور على نماذج قدوه كويسه وتصدرها للناس عشان نحافظ على قيمنا ونحافظ على مبادئنا وي 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 وي. والحاجه الثانيه نيجي نقول برضو اصل احنا عندنا لابد ان نهتم بالمعلم، لابد ان نهتم بالقدوه، لابد ان نهتم بالمتخصصين والنخبه. عشان كده بنقول، احنا بنقول عمالين نقول النخبه مهمه، القدوه مهمه، قيادات يكون عندنا قيادات مؤهله ومدربه ومتخصصه. كل ده بنقوله، لازم يكون عندنا ناس بتلعب سياسه كويس جدا، لازم يكون عندنا مناصب سواء وزراء او محافظين او يكونوا بيمتعوا بالهيئه السياسيه، لازم يكون عنده هذه الحنكه. كلنا بنقول الكلام ده، وكلنا بنكتب الكلام ده على صفحاتنا، وكلنا بنتكلم بنقول لازم لازم لازم. بس الحقيقه هنا بقى نرجع نواجه نفسينا ونقول، هل احنا كلنا هنكتفي بان احنا نقول؟ ولاد بلدنا كلها، كل ولاد بلدنا اللي موجودين دول كلنا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كويسين على الكتابه. طب نقدر نتحول ازاي بقى من جزء حلل، عملنا التحليل كمان جميل جدا، عرفنا ايه هي الحلول جميل جدا، طب ايه نساعد الدوله ازاي؟ انا وجهه نظري، وده اللي عملناه في القاده، ان احنا قدرنا نعمل دوت من خلال ان احنا نقول ايه؟ المشكله اهي وحلولها اهي، واحنا هنساهم في المشكله بان احنا نعمل لكم النموذج. يعني النموذج ايه؟ احنا هنقدم النموذج للقدوه، احنا بنقول محتاجين يبقى عندنا قدوه، قدوه نحتذ بيها ونفتخر بيها، ونقول ان دي قدوه بقى، من يطلع من ولادنا، يطلع من علمائنا، من خبرائنا، يطلع من الفلاحين، من العمال، من فبنعمل ده. فعشان كده عملنا القدوه، وقلنا ان احنا نبحث عن القدوه في كل مكان. لما قلنا ان محتاجين يبقى عندنا قيادات سياسيه مؤهله وقيادات اداريه مؤهله، اشتغلنا وبدانا نعمل برامج للتدريب القيادات الاداريه والتنفيذيه والسياسيه، قعدنا اشتغلنا، يعني حولنا تحليلنا وحولنا افكارنا الى ايه؟ برامج حقيقيه بنساهم فيها في بناء الدوله. ما اكتفيناش ان احنا نقول لا، احنا احنا بننظر، لا اصل انت لازم تعمل، اصل انت لازم تسوي، لا مش كده خالص. المهم ان انت تبقى عندك الحلول، بس تساهم ازاي في الحلول. وكده بندرب حتى اولادنا، بنقول لهم لازم تبقى انت جزء من الحل مش جزء من المشكله. عشان كده احنا بنقول احنا في القاده اهتمنا بالمعلم لان ده جزء من المشكله، اهتمنا بتاهيله وتدريبه وقدمنا نماذج. انا مش بقول ان احنا اللي حلينا المشكله ولا المشكله تتحل من عندنا من القاده، احنا بنساهم في حل هذه المشاكل من خلال القاده، بان احنا نعمل نماذج، سواء كان معلم متميز، اهتمينا بالسوفت سكيلز بتاعه، اهتمينا بالقيم بتاعته، اهتمينا بتدريبه بتاهيله، عملنا النماذج دي. كنا نقعد دايما كلنا بنقول، وحضراتكم بتقولوا ان التعليم الفني يجي في المقام الاول. طب عملنا ايه؟ احنا بنقول، بس احنا اي سواء بقى الدوله سمعت ما سمعتش، فهمت ما فهمتش، احنا بنعمل ايه؟ لا احنا بنقدم النماذج دي، دربنا تعليم فني، وفرنا لهم وظائف، قعدنا اشتغلنا عليها شغل كتير جدا جدا جدا. فبالتالي لا احنا بنقدم النموذج. كمان لما قلنا ان احنا لازم يبقى عندنا النخبه بدانا ندور احنا عليه، احنا اللي بدانا ندور ونقول للدوله احنا بنساعدكم في ان احنا بنوجد النخبه في كل المجالات، سواء المجالات الرياضيه، سواء المجالات السياسيه، سواء الاجتماعيه، سواء التنمويه، في كل المجالات خبراء ومتخصصين، نخبه بجد، نخبه متميزه بجد. هو ده اللي احنا قدرنا نعمله، هو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. عشان كده احنا بنطالب كل المصريين انهم يتحولوا من منظرين، وان هم كل واحد ينزل يكتب على الفيس ويكتب على ان هو يقدم حلول ويقدم نماذج ليه. طب احنا في القاده احنا بنستوعبين ان كل واحد عنده افكار محتاج يعبر عنها، محتاج يتكلم عنها، احنا جاهزين، احنا جاهزين ان احنا نساعدك ان انت تنفذ افكارك انت.
تعالى اعرض علينا افكارنا، زي ما انا بقول لك كده، انزل دور معانا على القدوه، انزل دور معانا بنفسك على القدوه واحنا هنروح له. انت عرفنا بس مكانه ودينا سيره ذاتيه عنه، واحنا نروح له لغايه عنده، احنا اللي نجيبه واحنا اللي ندور عليه. عندنا حاجات كتير نقدر نعملها بالتعاون معاكم كمواطنين. احنا محتاجين كل مواطن يبقى يحط ايديه في ايدينا عشان نساعد الدوله دي، عشان نكمل مسيره التنميه اللي شغاله، عشان نقدر نبقى نحقق حاجه من اللي نفسنا كلنا فيه. احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نرفع مستوى دخل الفرد ومستوى دخل الاسره. عشان نعمل ده لازم نعمل مشروعات ونتكلم في رياده الاعمال. عملنا ايه؟ عملنا، قدمنا برامج، وقدمنا برامج تدريبيه، مشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر، وجبنا شركات تمول، وجبنا صناديق تمويل تمول. عملنا اللي نقدر عليه. احنا بنقول بنقدم نموذج، احنا بنقدم نموذج، احنا مش احنا الحل، احنا جزء من الحل. عشان كده انا بأناشد كل مواطنين ولاد بلدنا الطيبين، ولاد بلدنا اللي بيحبوا البلد دي وبيحبوا الوطن ده، حطوا ايديكم في ايدينا، حطوا ايديكم في ايد البلد. قدموا مهما كان، شفت فساد، شفت اي حاجه زعلتك، اوعى ده ياثر فيك. خليك دايما انت البدايه، انت الحل، انت جزء من الحل. عشان كده احنا دايما عايزين نبقى نحط ايدينا في ايدين بعض ونكمل المشوار مع بعض. وهنلتقي معاكم مره واثنين وثلاثه وعشره عشان نقول كلام خفيف مع احمد الشريف. تحياتي.